أهلا بيك في السيناريو بشكله الجديد. لو لسه ما تعرفش فده المكان اللي هنخلد ونحكي فيه سيناريوهات الماضي ونوثق وندون فيه أحداث الحاضر ونخمن ونقول رؤية المستقبل. فعشان ما طولش عليك فبسم الله نبدأ. خلينا نسأل، هل معقول ملوك مدفونين بقالهم آلاف السنين يقوموا يطاردوا اللي سرق أسرارهم؟ طب إزاي اللي يدخل مقابرهم يقدر يطلع منها سليم؟ وليه كل ما حد يمد إيديه على الذهب اللعنة تمد إيديها وتخطف روحه؟ المقابر مكتوب عليها كلام بيحذر: سيقطع رأس من يجرؤ على اقتحام هذا القبر، سينتقم للفرعون في الحياة الأخرى. وفي يوم من الأيام اتفتح القبر ده، ومن ساعتها بدأت اللعنة. هل فعلا في حاجة اسمها لعنة الفراعنة؟ ولا كل ده مجرد صدفة اتجمعت بشكل غريب؟ في أوائل القرن العشرين مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني رسميا من سنة 1882، زي ما اتكلمنا في حلقة الاحتلال البريطاني لمصر وهتلاقيها على القناة. الإنجليز كانوا مسيطرين على كل حاجة تقريبا، الإدارة، الجيش، وثروات البلد كلها. والمصريين كانوا شايلين هم الضرايب وأزمات الزراعة بسبب سياسات الري اللي كانت ملخبطة. وزي ما انت عارف قامت ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول، والشوارع مليانة هتافات الاستقلال التام أو الموت الزؤام. وده كان قبل ما يكتشفوا مقبرة توت عنخ آمون بحوالي سنتين. وفي نفس السنة اللي اتفتحت فيها المقبرة الإنجليز أعلنوا بما يعرف بتصريح 28 فبراير، واللي ادى لمصر استقلال في الحقيقة انه كان شكلي، لانه كان في قضايا مهمة جدا فضلت تحت سيطرتهم زي الدفاع، المصالح الاجنبية، حتى قناة السويس. وسط الاجواء دي الانجليز وغيرهم من البعثات الاجنبية كانوا بيتسابقوا عشان يلاقوا الكنوز. وادي الملوك وبكل شفافية كان ملعب للاثريين. عشرات المقابر اتنهبت من قرون، وقليل قوي اللي فضل مقفول باختام الكهنة. لكن عالم الآثار الإنجليزي كارتر كان بيدور على الملك الذهبي المجهول توت عنخ آمون، وده كان بفلوس ودعم من اللورد كارنرفون. اللورد كان شايف ان الآثار المصرية مشروع مربح وسط الاقتصاد الأوروبي اللي كان بيتدهور بعد الحرب العالمية الأولى. وده الوقت اللي مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون هتبقى واحدة من أعظم الاكتشافات الأثرية في التاريخ. الملك اللي مات صغير بعد آلاف السنين رجع اسمه يهز العالم. خلينا نبدأ الحكاية مع حسين عبد الرسول، ولد صغير من الأقصر شغلته انه يجيب المية للعمال اللي بيحفروا مع كارتر في وادي الملوك. وفي يوم من الأيام وهو شغال بشكل طبيعي جدا غرس عصايته في الرمل، ولكنها خبطت في حاجة صلبة، وده اللي خلى حسين يستغرب جدا وزق العصاية تاني فسمع تكتكة غريبة. فنادى العمال جم يحفروا في نفس المكان اللي حسين لمسه، وظهر فجأة بوابة، واللي طلع بعد كده انه مدخل مقبرة توت عنخ آمون. الولد الصغير اللي لمس سر من اسرار الفراعنة ساعتها ما كانش يعرف انه بيساهم في اكبر اكتشاف اثري في العصر الحديث. كارتر لقى مدخل المقبرة اللي بيدور عليها من سنين، والمفاجأة ان محدش لمسها ابدا، ولا حتى اللصوص قربوا منها من أكتر من 3000 سنة. لما شال كارتر الأختام الملكية وولع كشافه الذهب نور جدران الغرفة. كانت لحظة استثنائية في تاريخ علم المصريات. المقبرة كانت كاملة، ذهب في كل مكان، تماثيل، تابوت ضخم، وحاجات كتير محدش شافها قبل كده. لكن أول المقبرة ما اتفتحت بدأت كل الأحداث الغريبة. كتب كارتر في مذكراته كتير عن المقبرة، بس اللي ما قالوش كارتر إنه شاف في عيون رجالته الخوف. كانوا بيحفروا بإيديهم جوه الماضي، قربوا من توابيت مقفولة بدم الكهنة من 3000 سنة، وعليها عبارات تحذيرية محفورة على الأختام: سيقطع رأس من ينتهك مرقد الملك. ومع فتح المقبرة انتشر همس: إياكم واللعنة، من يفتح المقبرة سيلقى حتفا. وبعدها بأقل من 5 شهور من فتح المقبرة اللورد الداعم الأساسي لفكرة ومشروع اكتشاف الآثار مات. والغريب انه في نفس لحظة موت اللورد الكهرباء قطعت على القاهرة كلها. الموضوع ما وقفش عند كده، لا، كلب اللورد اللي كان موجود في لندن وقتها نبح بصوت عالي ووقع ميت في نفس اللحظة. وده خلى الناس تقول انه روح الفرعون انتقمت. بس خلينا نقول، هل ده كان صدفة ولا تحذير؟ خلينا اقول لك كمان ان المفاجأة هي طريقة الموت. طريقة موت اللورد كانت ان ناموسة قرصته فجأة
وجاله تسمم دموي ومات. بس ايه قصة الناموسة دي؟ من أكتر الجمل اللي اتقالت بشكل درامي في الكتب والبرامج وبتتكرر كأنها حقيقة مؤكدة: هل الناموسة قرصت اللورد في نفس المكان اللي كان فيه جرح على وجه مومياء توت عنخ آمون؟ وفضل سؤال استفهامي على مدار فترات طويلة. بس تعال نشوف الحقيقة. اللورد اتقرص من ناموسة فوق خده اليمين، وبعدها جاله تسمم في الدم، وبعدها بأيام مات. ولما اتفحصت المومياء بعد الاكتشاف وجدوا فعلا جرح على خد المومياء الأيمن في نفس المكان اللي اتقرص فيه اللورد. وده اللي خلى بعض الصحفيين وقتها يربطوا بين الاتنين ويكتبوا الجملة الشهيرة: الفرعون قد وضع علامته. أما في استكمال الأحداث، فبعد اللورد بدأت سلسلة من الوفيات الغريبة جدا. يعني عندك مثلا الأمير علي كامل فهمي، كان واحد من أكبر الأعيان المصريين اللي زاروا المقبرة ضمن ضيوف كارتر. اتقتل بعد كده في باريس في جريمة غامضة، وصحفيين كتير ربطوا مقتله بلعنة الفراعنة. جورج جولد صاحب جورنال زار المقبرة بعد أيام قليلة من فتحها، ولما رجع إنجلترا جاله حمى شديدة ومات خلال أسابيع. وارثر ميس المسؤول الإداري للحفريات مات بمرض غامض خلال 2 بس. الصحفيين وقتها كتبوا عن شبح توت اللي بيطارد الأثريين. حتى كارتر نفسه الصحف فضلت تلاحقه بحكايات إن قطته السوداء بقت رمز اللعنة. ولكن خلينا أقولك إن كارتر عاش لحد سنة 1939، يعني بعد حوالي 17 سنة من فتح المقبرة. وفضلت سلسلة الوفيات الغامضة شغالة. مساعدين تانيين من فريق كارتر ماتوا خلال كام سنة بظروف صحية غريبة، واحد منهم حتى انتحر وضرب نفسه بالرصاص أول ما رجع لندن. وحكايات كتير خلت الناس بدأت تقول اللي بيفتح مقابر الفراعنة بيفتح عليه باب ملوش رجعة. واحدة واحدة الناس بدأت تصدق إن في لعنة حقيقية، لعنة اتحفرت على جدران المقبرة وقالت بوضوح: من يزعج راحة هذا الملك سيموت بالسيف أو السم أو الرعب. وفي وسط الرعب ده كله جريدة تايمز ونيويورك تايمز نشرت عناوين نارية: لعنة الفراعنة تضرب من جديد. وبعدها انتشرت بسرعة جملة مرعبة قالوا انها كانت مكتوبة على جدار المقبرة، اتحولت وقتها لعناوين في الكتب والمجلات وبقت رمز الخوف اللي اتربط بالاكتشاف ده: الموت سيأتي على أجنحة سريعة لكل من يلمس قبر الفرعون. خليني أقول لك يا صديقي إن علماء الآثار والحقائق كلها بتشير على إنه مفيش أي دليل على إن الجملة دي كانت مكتوبة داخل المقبرة، ولا على الجدران ولا على التوابيت ولا حتى في البرديات. وكانت الجملة دي من اختراع الإعلام مش من أي نقش أثري معروف. صحيح كان في فعلا كتابات على الجدران بس ما كانتش بالمعنى الحرفي ده، وبالرغم من إنها مش حقيقة فضلت عايشة وبقت جزء من أسطورة لعنة الفراعنة. والحقائق كمان بتشير إن الجرح على وجه المومياء مفيش أي دليل مباشر بيربطه باللعنة. الجرح ممكن يكون نتيجة تحلل أو عملية التحنيط نفسها، وعلماء كتير قالوا إن الحكاية دي تم تضخيمها جدا من الصحافة عشان تكبر إحساس الرعب وفكرة اللعنة. خلينا على أرضية ثابتة ونقول إن الصدفة فعلا غريبة، ولكن صعب نثبت إن دي لعنة، بس الأكيد إن ده ساعد في صناعة أسطورة. خلينا نمشي في الأحداث. وبعد 2 من حكاية توت عنخ آمون، وبعد ما الناس افتكروا إن لعنة الفراعنة كانت مبالغة إعلامية، حصلت حادثة تانية بس المرة دي اللعنة كانت أقدم وأكثر رعبا. في أوائل القرن العشرين أثري فرنسي شاب كان شغوف بكل ما هو فرعوني تحصل على تابوت من السوق السوداء، وقالوا إنه الكاهن كبير من عصر الملك أمنحتب الثالث، وكان اسمه مش واضح ولكنه اتلقب بكاهن الشمس. الراجل ما صدقش نفسه، أخذ التابوت وسافر بيه على باريس، ومن هنا بدأت الكوابيس. أول ليلة بعد وصول التابوت الراجل صرخ في نص الليل وقال إنه شاف كاهن ملفوف في الكتان في غرفة نومه واقف على صدره بيضغط على قلبه وبيقول له: رجعني لأرضي قبل ما أخدك مكانك. بعدها بكام يوم الأثري اتجنن وفضل يصرخ بكلام مش مفهوم، وأخيرا وقع من شباك بيته في الطابق الرابع ومات. ولكن الغريب إن التابوت ما اتكسرش، لكن وش الكاهن اللي عليه اتشق نصين، وكل شخص حاول ينقله بعد كده حصل له حاجة غريبة. مرة اتنقل لمتحف صغير، المتحف اتحرق تاني يوم، ومرة تانية اتشحن في صندوق معدني، والعمال اللي فتحوه لقوا جوه الصندوق ريحة كأن جثة جديدة لسه خارجة من المقبرة. وقتها العلماء قرروا يعملوا حاجة جديدة ودفنوا التابوت
من تاني، لكن المرة دي في مقبرة سرية من غير إعلان، من غير صور. بس خلينا نقول، هل الكلام ده حقيقي؟ وقبل ما نقول إن الكلام ده حقيقي ولا لأ، خلينا نسأل، هل في تابوت معروف فعلا لكاهن في عصر أمنحتب؟ الإجابة إنه في عدد كبير جدا من الكهنة في عصر الملك أمنحتب الثاني والثالث لقوا توابتهم فعلا. بعضهم موجود في المتاحف الأوروبية حاليا، خاصة في باريس ولندن، لكن مفيش أي تابوت معروف أو موثق رسميا ارتبط بلعنة بالشكل اللي اتقال في القصص الشعبية. خلينا نروح للسؤال الثاني، القصة نفسها مصدرها ايه؟ القصة دي انتشرت في كتب شعبية عن لعنات الفراعنة من القرن العشرين. بعض الروائيين ضافوا تفاصيل مخيفة زي ان الكاهن ظهر في الاحلام او ان التوابيت اتسببت في حرائق، لكن فعليا مفيش اي مصدر علمي او وثيقة اثرية موثقة بتثبت ان الحوادث دي حصلت فعلا. طب واللي اتقال عن الريحة الغريبة لما فتحوا الصندوق؟ الريحة اللي بيتم وصفها احيانا ممكن تكون حقيقية من بقايا التحلل للمواد المستخدمة في التحنيط، بس ده مش معناها انها لعنة، بل ممكن يكون تفاعل كيميائي طبيعي حصل على مدار القرون. لو كملنا في الأحداث، فكاهن أمنحتب ما كانش أول مرة تتنقل موميا من مصر لبريطانيا، ومن أحد القصص موميا لقبت بالأميرة الغامضة، لكن المرة دي كانت مختلفة. التابوت كان أنيق وعليه نقوش غريبة، ووش المومياء محفور بدقة مخيفة. اللي باعوه قالوا إنها مومياء كانت كاهنة أو أميرة، محدش يعرف اسمها بالظبط، بس اتشهرت باسم المومياء المنحوسة. وبدأت الغرابة كلها من أول ما التابوت دخل بريطانيا. الراجل اللي اشتراه مثلا مات بعدها بأيام، اللي نقله وقع حجر كبير على رجله ومقدرش يمشي تاني، واللي صوره عشان ينشر عنه مقالة الكاميرا اتحرقت، وبعدها مات في حادثة في نفس الليلة اللي نشر فيها المقال. وكل حد يحاول يلمس الموميا يحصل له كارثة. الناس بدأت تخاف فعلا، وقالوا ان في لعنة جوه التابوت، وان الموميا بتنتقم من اي حد ينقلها من مكانها الاصلي، لحد ما توصلوا في النهاية ان الموميا تتنقل للمتحف البريطاني. بس خليني اقولك بكل صراحة ان المشاكل موقفتش. موظفين اشتكوا من اصوات غريبة جوه القاعة، زوار قالوا انهم شافوا ظل او حسوا ان في حد بيراقبهم، وفي مرة تابوت الموميا اتفتح لوحده اثناء الليل من غير ما اي جهاز انذار يشتغل. حتى من ضمن ما قيل ان الكارثة الاكبر انه اتقال ان التابوت ده كان واحد من الاثار اللي اتشالت على سفينة تايتانيك، وان الموميا كانت موجودة وقت الغرق، وكتير قالوا مش السفينة اللي غرقت، ده التابوت اللي اغرقها. ولكن المتحف البريطاني طلع وقال انه لا، التابوت ما كانش على تايتانيك، وان دي اشاعة. بس زي كل القصص الغامضة، الاشاعة كانت اقوى من الحقيقة. لو فضلنا نتعمق يا صديقي هنسمع كتير من القصص الشعبية والأساطير، اللي من ضمنها الرواية الأسطورية إن الموتى ليهم حراس وبينتقموا من أي حد بيحاول يقرب لهم، والأسطورة دي بالذات انتشرت بسرعة جدا في الغرب. الكهنة حطوا تعاويذ قاتلة جوه جدران المقابر، الأرواح المدفونة عمرها ما هتسمح إن حد يسرق ذهبها وكنوزها. أي حد يجرؤ ويفتح المقبرة هيجيله الموت أو الجنون أو نحس طوال عمره. وإنه في برديات كاملة كانت بتتكلم عن حماية المقابر، وفيها تعاويذ لو اتكسرت تتحرر أرواح الحراس. كمان في بردية اتكلمت عن حاجة اسمها لعنة العين الساهرة، اللي بيقولوا إنها تعويذة بتحط عين روحية تراقب القبر وتنتقم من مخترقيه. بعد كل القصص دي والوفيات والصدف الغريبة والجمل اللي بتتنقل من جيل لجيل، الناس بدأت تسأل السؤال اللي لازم يتسأل: هي دي لعنة فعلا؟ والعلماء شايفين إن لعنة الفراعنة هي أسطورة من غير أي دليل مثبت. وخلينا أقول لك إن أبرز التفسيرات العلمية مثلا كانت الجراثيم والفطريات. القبور المقفولة لآلاف السنين بتبقى بيئة خصبة جدا للفطريات والعفن السام زي فطر الأسبرجيلس، وكمان أبواغ البكتيريا القديمة. والتنفس جوه غرفة مقفولة ومليانة تراب وفطريات ممكن يعمل حمى رئوية جامدة أو حتى تسمم في الدم. وخلينا أقول لك إنه تفسير منطقي جدا، بس هل ده يفسر لنا ليه بعض الناس بتموت بطرق غريبة؟ وليه الحوادث بتحصل بالتزامن المرعب ده؟ وده ينقلنا يا صديقي لمبدأ الصدفة. فريق كارتر كان كبير ومعظمهم عاشوا بعد فتح القبر لسنين طويلة. حتى كارتر نفسه زي ما اتكلمنا عاش بعد فتح المقبرة ب17 سنة.
وكمان خلينا نكون واضحين انه اكيد كان في مبالغة صحفية. الصحافة في العشرينات ضخمت كل حاجة عشان تجذب القراء، واخترعت قصص من غير أي دليل. حتى تفسيرات رسائل الكهنة والنقوش اللي بتتوعد بالموت ما كانتش موجودة في كل المقابر، وكانت أكتر في مقابر ملوك الأسرة القديمة، وهدفها كان تخويف اللصوص نفسيا مش أكتر. مفيش أي برديات أو نقوش فيها تعاويذ سحرية حقيقية بتقتل الناس، هي كانت بس مجرد تحذيرات عشان يخوفوا اللي بيفكر يقتحم المقبرة. والسؤال دلوقتي، إزاي تحولت لعنة الفراعنة لرمز ثقافي؟ من وقت الروايات دي اللعنة خرجت من مجرد همس في الصحراء وبقت مادة دسمة للأفلام والحكايات الشعبية. هوليود رجعت موميا توت عنخ آمون في أفلام الرعب، وفي أوروبا أي عالم آثار يلاقي مقبرة جديدة بيسأل نفسه، هو أنا هتصيبني اللعنة؟ أما بالنسبة لنا ففضلت حكاية اللعنة جزء من الفخر والرهبة تجاه حضارة أجدادنا. هل دي أسطورة ولا حقيقة؟ لعنة الفراعنة كانت خليط بين حقيقة تاريخية وهي حماية المقابر، وبين ظروف بيئية وهي نمو الفطر والبكتيريا القاتلة، وتهويل صحافة وصناعة أساطير كتير. وفي الآخر بتعلمنا درس جميل، إن الحضارة المصرية رغم أطماع السياسة وأهوال البشر وأخطاء الصحافة لسه محتفظة بأسرارها وسط رمال الوادي المقدس. فلما تشوف تمثال توت عنخ آمون النهاردة واقف مبتسم في نور المتحف الكبير، افتكر إن القصة أكبر من لعنة، هي حكاية حضارة لسه بتحرس تاريخها قدام جشع السياسة ووهم البشر من آلاف السنين. كان الفراعنة بيكتبوا على الجدران احفظوا الأسرار، والبشر لحد النهاردة لسه مش عارفين يقرأوها كاملة. في النهاية كل اللي سمعته دلوقتي ممكن تفسره بطريقتك، ممكن تقول إنها مصادفات، أمراض، خرافات اتضخمت مع الوقت، وممكن تصدق. لكن الأكيد في حاجة فعلا ما ينفعش نلعب بيها، إن الفراعنة دفنوا ملوكهم وكهنتهم، وما كانوش بيدفنوا أجساد بس، كانوا بيقفلوا على أسرار وعلى طقوس وعلى قوة ما ينفعش تتفتح من غير إذن. أنا شاكر جدا لوقتكم. ده سيناريو النهاردة، وانتظرونا في سيناريوهات جاية كتير. أنا عبد الرحمن شوقي، وده السيناريو. السلام عليكم.